كان في اقبال على البوست اللي كنت بتكلم فيه عن التلاعب النفسي وازاي انا حصل لي الموقف ده، وقدرت ان انا ارصد الاساليب التلاعب اللي حصلت خلال نص ساعة، وقدرت ان انا احمي واحصن نفسي من ان هي تأثر عليا، وبعد كده قدرت ان انا اعكس تأثيرها عليا. ببساطة نفهم ايه هو التلاعب عشان بس مندخلش الكلام في بعض. التلاعب هو ان شخص يبقى عايز ياخد منك حاجة من احتياجاته، عنده احتياج معين وهو قدراته ما تسمحلوش ان هو ياخدها بالطرق العادية، ان هو يجي يطلبها منك، او ان هو يشتغل شوية بطريقة اذكى، او ان هو يستخدم استراتيجيات اكتر عشان يحصل على الحاجة دي، استراتيجيات سليمة وواضحة. فبيلجأ ان هو يعمل ايه؟ بيلجأ ان هو يستخدم طرق غير مباشرة عشان يحصل على حاجة منك. لو انت شخص في حالة اتزان مش هتوافق ان انت تديه. يبقى نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده ان عشان يحصل اصلا تلاعب، ده معناه ان في شخص مش متوازن قصاده شخص برضو مش متوازن. يعني في الحالة دي او في التوقيت ده هو مش في حالة التوازن، الاتنين مش في حالة التوازن. طب ايه اصلا توازن؟ يعني ان عقلك اليمين كله اللي في جسمك كله بيشتغل بنفس المقدار مع عقلك الشمال اللي في جسمك كله. احنا قلنا قبل كده كتير ان العقل مش في راسك بس، عقلك في جسمك كله، فان النصين شغالين بتوافق وتوحد مع بعض بيكملوا بعض. فلو انت في وقت ما في واحد غالب على التاني، في اغلب الاحتمالات انت ممكن تتعرض للتلاعب. طيب الشخص بقى اللي هو استحلاها وطول الوقت او اغلب الوقت بيستخدم اساليب التلاعب، هو شخص مش متوازن ورافض ان هو يتوازن، مش عاجبه النص التاني. يعني مثلا هو شخص طول الوقت بيقول على نفسه ان هو شخص عاقل بقى ومنطقي كده وعقلاني، في حين ان هو رافض تماما جزء المشاعر وما بيعرفش يتعامل بيه، ومش عايز حتى يتعلم ان هو يتعامل بيه. هو خلاص اختار لنفسه الطريق ده، تمام. او حتى برضو ممكن يبقى حد مختار لنفسه طريق المشاعر فقط، مش عايز يتعلم اي حاجه ليها علاقه بالمنطق او بالعقل او بالتفكير الاستراتيجي والمنطقي. هو مش عايز ده، عايز بس المشاعر وماشي بيها. ده برضو شخص غير متوازن وبرضو بيستخدم التلاعب بس بطرق مختلفه شويه. خرجنا بكم معلومه النهارده؟ قلنا ان التلاعب هو ان في حد مش متوازن قصاده حد تاني مش في حالة توازن، والحد الاولاني ده عايز ياخد احتياج او يلبي احتياج معين عنده، وبيضطر ان هو يستخدم طرق غير مباشرة عشان ياخد الاحتياج ده من الشخص اللي قدامه بغير رضاه. يعني ايه بغير رضاه؟ يعني هو لو في حالة توازن هو مش هيوافق، ودلوقتي ممكن وهو مش متوازن يكون بيوافق، هو بيقول انا راضي. لا، انت مش متوازن اصلا عشان تقول انت راضي ومش راضي، انت مش في كامل ارادتك، مش كامل ادراكك. التلاعب ده بيقنعك ان دي رغبه متوافقه مع احتياجاتك، بيقنعك، وبالتالي بيقدر ان هو يحقق احتياجاته واهدافه من خلالك. استنتاج منطقي جدا وواضح جدا ان انت لو قدرت ان انت تحافظ على حاله الاتزان بتاعتك اغلب الوقت، انت هتقدر ترصد التلاعب. يعني هتقدر على الاقل تحس ان في حاجه غلط بتحصل وهتبعد. الخطوه الاهم ان انت تبعد، ما تستجيبش لهذا الشخص. طب ايه هي اصلا اهميه ده؟ الفايده الاساسيه ان انت هتلاحظ ان انت طاقتك بتبقى ملكك تاني لما تكون اهدافك انت المتحكم فيها تماما. يعني انت بتصحى الصبح تقرر هتعمل ايه وتمشي على نفس التراك ده، انت اللي بتحدد طاقتك تتجه فين. لكن الشخص المتلاعب هو بيستخدمك، بيوظفك عشان تحقق له اهدافه او تبقى جزء من خطته لتحقيق اهدافه، وانت مش واخد بالك ومش منتبه لده. يسحب منك طاقة انت مش واخد بالك. طاقتك بدل ما تروح لخطتك انت، للحاجات انت اللي عايز تحققها لمصلحتك انت او لمصلحة اللي حواليك اللي هي باختيارك وارادتك انت، هو بيختار او هو بيستخدمك عشان تبقى ضمن الخطة بتاعته. وبالتالي ده استغلال لطاقتك ومجهودك وتركيزك. اغلب الوقت هتلاحظ ده تعبان، مرهق، مش قادر تحدد ايه السبب. مهما نمت
وقمت بتلاقي نفسك برضو تعبان ومرهق، عندك تفكير مفرط، تفكير زائد مش بتعرف ان انت تتحكم فيه، عندك اعراض قلق زي مثلا ان انت بتتوتر زياده من غير ما يبقى فيه موقف فعلا يوتر. ممكن يبقى عندك اعراض اذى للنفس زي ان انت ممكن تكون بتميل تعور نفسك او تقرق ضوافرك او تقطع في جلدك. دي كلها اعراض ان في حاله من القلق والتوتر غير مفهومه في الجسم، في استنزاف الجسم مش عارف يرجع للتوازن بتاعه. غالب بيكون في حد بيستخدمك في خطته وانت مش واخد بالك. انتبه.